مساء الخير اعزائي المشاهدين، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجنا لحظات مع الجمال. وعشان برنامجنا لحظات مع الجمال احنا بنقدم كل ما هو جميل. النهارده معانا بطل غطس تحت الميه 59 ساعه، قعد في بدله الغوص 59 ساعه، ياكل ويشرب وينام ويصلي ويلعب رياضه. فده اللي احنا هنوريه لكم النهارده، وده اللي عايزين نوصل لكم ان فعلا الناس دي بتتعب تحت الميه، وبطل زي دوت طبعا بيتعب وربنا يكفيه. تمام. وبس قبل ما ابدا باي حاجه انا هرحب بزميلتي ايه ابراهيم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا احمد، واهلا بيكم اعزائي المشاهدين، وحشتونا جدا 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 جدا. حلقه النهارده مختلفه تماما عن كل الحلقات. حلقه بتاكد فيها وبتبين عن حاجات جميله جدا في حياتنا: الاصرار، العزيمه، النجاح. ودول ما بيجوش من بفراغ. حتى لو في عقبات كتير قدامنا بيجوا من انك تبقى مصمم على حلمك، مصمم انك توصل، مصمم انك تفضل احسن واحسن واحسن. طبعا ده في اي مجال، في اي حاجه بياخد مجهود كبير جدا، بياخد وقت كبير جدا. والنهارده زي ما قال استاذ احمد مختلفه تماما. بنحب نفكركم ونعيد عليكم تاني ان احنا كان معانا غطاس قعد 17 ساعه تحت الميه في حلقه من حلقاتنا، كان بياكل وبيشرب وبينام. الكلام ده احنا وضحناه مجرد كلام، ودردشنا فيه معاه وعرفنا منه حاجات كتيره. النهارده بقى هنعرف حاجات اكتر واكتر واكتر، تفاصيل مع مفاجآت، وتفاصيل كتيره ومعلومات اكتر بصوت وصوره. ايضا طبعا بنرحب بالكابتن البطل رجب شعبان. انت منورنا يا كابتن. وجودك يا باشا. ربنا يخليك. كابتن رجب، احنا طبعا عايزين نوضح لهم النهارده انت قعدت تحت الميه 59 ساعه ازاي في بدله الغوص، واكلت وشربت ونمت تحت الميه. تمام. انا نزلت 59 ساعه تحت الميه. اول 7 ساعات البدله صربت عليها ميه، ولما صربت عليها ميه لبست البدله الثانيه اللي هي مش ضد الميه، لبستها تحت الميه وكملت. قلت كده كده هكمل. طيب احنا بنفكر الناس، اكيد افتكرتوه، البطل رجب شعبان ابو عيش. البطل ده كان جرب انه ينزل تحت الميه، هو اساسا كابتن غطس، بس انه يقعد 17 ساعه دي ما كانتش سهله، دي اول مره. هو معانا النهارده، وطبعا احنا كنا معاه خطوه بخطوه في حاجات كتير جدا هتشوفوها معانا النهارده. هو معانا، وهو كان المره اللي فاتت مصمم وقال انا عندي حلم عايز اوصل له. ما قالش ارقام معينه، بس احنا لما كنا معاه وفضلنا معاه خطوه بخطوه انه وصل من 17 ساعه تحت الماء الى 59 ساعه تحت الماء. وبرده ده مش سهله خالص، ولا هي حاجه ينفع اي حد يعملها تماما. طبعا هننقل ده وهنشوف ده خطوه بخطوه، وهنوضح كل حاجه مع بعض. وايضا طبعا انا عايز اوضح لكم ان الكابتن رجب طبعا قعد 59 ساعه تحت الميه، والموضوع مش سهل فعلا. وايضا عندنا طبعا تقرير هنطلع بيه ونوريكم قد ايه الناس دي بتتعب تحت الميه، وفي مفاجاه يا ريت تعجبكم يا رب. ورجعنا لكم تاني من هنا من ارض الواقع زي ما قلنا. طبعا احنا ما لحقناش ناخد كل حاجه، طبعا زميلنا احمد اكيد ما فضلش ال 59 ساعه اللي الكابتن رجب قعدهم تحت الميه. زميلنا احمد طلع بعدها ب3 ساعات تقريبا، بس احنا عايزين نبدا بيه هو الاول ونساله ايه احساس بقى واحساس التجربه، وايه اللي انتم مريتوا بيه تحت كل الكلام ده.
مبدئيا هي تجربة صعبة طبعا، والناس دي فعلا بتتعب تحت المية. أنا نزلت طبعا تجربة مع الكابتن رجب، وطبعا فريق العمل بتاعه فريق الطبي، وهي فعلا تجربة صعبة جدا، لأن أنا طبعا الناس دي يعني رجب ده علمني إزاي أصلي وإزاي آكل وإزاي أشرب وإزاي أنام تحت المية وإزاي نلعب رياضة. ففعلا الموضوع صعب جدا، والناس دي فعلا بتتعب يا جماعة تحت المية، وإن هو يقدر يعيش 59 ساعة تحت المية الموضوع صعب ومش سهل. أنا مجرد قعدت 3 ساعات فعلا وتعبت، غالبا بقى هو هيطلع 59 ساعة، فالموضوع صعب فعلا مش سهل. طيب يا احمد انت ما كنتش خايف؟ هو في الاول بصراحه في البدايه كان في رهبه شويه طبعا من الاسطوانات والحاجات اللي احنا بنلبسها والزعالف والكلام ده، لكن بعد كده ما نزلت مع الكابتن رجب وفريق العمل بتاعه والفريق الطبي طبعا الموضوع كان سهل جدا ما شاء الله يعني. طبعا انتوا عارفين ان احمد خد التجربه معاهم ساعه 3 ساعات وطلع على طول زي ما قلنا لحضراتكم. احنا ما لحقناش ننقل كل حاجه. ننتقل بقى للبطل رجب شعبان اللي احنا جينا له النهارده بعد ما حقق 59 ساعه تحت الميه. هدفك واصرارك ونجاحك وتبقى مثل لناس كتير، اتمنى ان انا اشوف ناس كتير كده زيك. عايزاك بقى تقول لي عن التجربه دي لتاني مره مع رقم اكبر مع وقت اطول تحت الميه. انا بالنسبه لي ان شاء الله ناوي ان انا ما اخذلش الناس، ناوي ان انا احقق الرقم القياسي العالمي ان شاء الله باذن الله، ان انا ابقى اقوى واحد على مستوى العالم. ناوي ان انا اعمل حاجه يعني دي لمصر. ناوي ان انا يعني في البوريده دي ان انا المفروض ما كنتش غطست في البوريده دي، بس قلت اتحمل الاسوأ، اتحمل كل حاجه. البدله سربت معايا بعد 7 ساعات، رحت لك لابس بدله طبيعيه عملت الجلد من عندي. يعني برضو الواحد حاول جامد خالص، والمصري مهما كان بطل برضو مهما كان بطل. طيب انا عايزه اعرف انتوا متواجدين طبعا. خلينا في الاول في ال3 ساعات اللي كان الاستاذ احمد معاك فيهم تحت الميه وبيقول ان هو تواجد صعوبه في الاول، هل انت عانيت معاه ولا الاستاذ احمد كان مستجاب معاك؟ لا الاستاذ احمد كان ما شاء الله، بس هو كانت ودانه بتعلق من ضغط الميه، ما كانش عنده فكره. من زمان ما نزلش الاستاذ احمد، بس هو حب يعني يشوف ان انا بصلي ازاي، باكل ازاي، بعمل رياضه ازاي، يعني الحاجات دي كلها. انا عايزاك تقول حاجه للناس عشان يعرفوا ليه انت نزلت، وايه اللي قعدك 3 ساعات تحت الميه، وايه اللي خلاك تقبل انك تعب زي ده، او انك تحاول ان انت تجرب معاهم. طبعا نزولك البحر عادي، غير انك تنزل تقعد 3 ساعات، غير انك تقف تصلي، غير انك تلعبوا دومنا زي ما انتوا قلتوا او اي حاجه من الحاجات دي كلها. عايزاك توضح للناس ده وتعرفهم ان طبعا دي حاجه مش سهله ومش اي حد يقدر يعملها. مبدئيا هو الموضوع صعب، بس طبعا بوجودك مع بطل زي الكابتن رجب طبعا انه حقق ارقام قياسيه، وانه بيقعد تحت الميه طبعا فترات طويله، بيقدر ياكل ويشرب ويصلي وينام ويلعب دومنه، وان هو طبعا الموضوع برضك في البدايه معايا كان صعب، لكن بعد كده زي ما قلت لك كده مع الكابتن رجب ومع فريق الطب بتاعه. رجب انا عايزه اقول ان انت اكيد تعبت، اكيد خدت وقت اطول. يعني انت كنت معانا في الاول كنت محقق 17 ساعه تحت الميه، ان انت تيجي وتخوض تجربه جديده. انا عايزه بس كلمه او نبذه عن اصرارك على النجاح. مين اللي بيشجعك؟ مين وراك؟ اللي بيشجعني ناس كتيرة، وبيشجعني معايا اخويا برضو غواص برضو، واخويا التاني برضو غواص، ومعايا فرقة العمل برضو فرقة تمام، ومعايا المراقبين يعني تمام، وانا بوارث حياتي الطبيعية تمام. وبقول لهم ان شاء الله باذن الله هتسمعوا ان شاء الله رقم جديد وما هخذلكمش ان شاء الله هعمل رقم. طيب من 17 ساعة ل 59 ساعة بتتمنى توصل لايه؟ بتتمنى بعد كده تنمي ايه؟ عايز توصل لايه؟ ايه هدفك؟ يعني ناوي تكمل في اصرار لحاجة اعلى من كده؟ انا عاوز اخش موسوعة جينيس لبطولة العالم، والعالم كله يتفرج عليا. يعني اول حاجة عملها التركي، تاني حاجة عملها صدام كيلاني، تالت حاجة ان شاء الله انا هعمل رقم ان شاء الله باذن الله، ما اقولش كده عليه، بس انا هعمل رقم ان شاء الله في دماغي، وربنا يقدم اللي فيه الخير. طبعا يا رجب انت بطل وشرف لناس كتير. اتمنى ان اي حد عنده اصرار على النجاح، ان ده مثال انه في وقت قليل جدا بعد ما كان معانا حلقه مباشر وعامل 17 ساعه بس ان احنا جينا معاه ونقلنا كل الاحداث. طبعا ده كله هتشوفوه بالتفصيل معانا ان شاء الله. انا بس عارفه ان انت كان في معاك فريق طبي، طبعا احنا شفناهم طالعين نازلين بحاجات، كان في معاك مساعدين، فطبعا ادوارهم ما كانتش سهله. نحب ان هم يكونوا معانا. ايضا الكابتن هاني انا كنت طبعا انا تعبتك تحت الميه، وعارف ان انا عملت معاك تجربه صعبه شويه. عايزك تقول لي ايه اغلبيه الصعوبات اللي قابلتنا وانا تحت الميه معاك؟ اغلبيه الصعوبات اللي قابلتنا انا طبعا بنبقى نازلين هدفنا كله ان احنا بنشوف العدد الغطاسين كله بيبقى ايه المشاكل اللي بتقابله. زي ما احنا حضرتك نزلت لنا الميه ولقيت ان في مشكله مع حضرتك، بدات ان انا اتعامل معاك لحد ما خليتك تتعامل مع الميه عادي طبيعي. وبالنسبه للكابتن رجب لما لقيته بدا ان هو يتعامل ان هو في شد عضل عنده، بتابع معاه ان انا اظبط له شد العضل.
في اي صداع في اي مشكله بيبقى عندنا لائحه تحت عباره عن مجلد كده ضد الميه. لو في اي مشكله هو بيعلم لنا عليها ان هو عنده صداع عنده مشكله، بنبدا ان احنا نتعامل معاه تحت. كابتن ياسر، احنا عايزين نسالك برضه، انت بالنسبه لك لما كنت بتصور وبتجيب لنا الضمنه وبتجيب لنا الاكل والكلام ده، انت ما تعبتش؟ تعبت طبعا، مفيش حاجه ما تعبتش، لا تعبت طبعا. وكنا كلتنا امنيتنا وحلمنا ان هو يكمل ان شاء الله ونفوق فيه واللعب ورياضه وكل حاجه كامله. طب انت امنيتك انت كمان يا كابتن؟ امنيتي طبعا لكابتن رجب ان هو ابن الفيوم، نتمنى ان هو يبقى حاجه كويسه جدا لمصر. واحنا كذا واحد كذا غطاس في الدعم بتاعه في الغطسه الكبيره ان شاء الله. واحنا بس النهارده كده كنا جايين ندعمه ونعمل زي نظام تجربه مثلا واحنا مع الكابتن رجب طوال ان شاء الله. طيب بالنسبه للفتره اللي الكابتن كان فيها تحت المايه، طبعا دول 59 ساعه، انت الكابتن حصل له اي حاجه تاني غير شد العضل والكلام ده؟ بيحصل له طبعا، ممكن يحصل له مشاكل، ممكن يحصل له صداع، ممكن يحصل له اي حاجه، فاحنا بنتعامل معاه بنعالجه عالجه طبيعيه جدا ومفيش اي مشكله. بنطحنها له بنعملها له في حاجه وبياخدها وبيبقى تمام، مفيش مشكله بالنسبه له. طبعا هي دي كانت مفاجأتنا، ان احمد كان معاهم تحت الميه، نزل معاهم وحب يوضح ان احنا فعلا كنا متواجدين لما جه اول مره واتكلم عن 17 ساعه تحت الماء. طبعا دي حاجه مش سهله تماما زي ما قلنا من شويه. واتكلم عن التفاصيل، الاكل والشرب والصلاه، واتكلم معانا في حاجات كتير جدا، وجاوب ووضح للناس حاجات اكتر واكتر. حبينا ان احنا نروح ونشوف لما بلغنا انه هيحقق رقم اكبر من 17 ساعه. هو طبعا الرقم 59 ساعه، ان هو عنده اصرار وعنده عزيمه على النجاح غير طبيعيه، وطبعا ده مش سهل. فحبينا نروح وحبينا نعمل لكم مفاجاه عشان ننقل لكم كل حاجه صوت وصوره بقدر الامكان، عشان تبقوا شايفين معانا ومعانا في الصوره التقدم بتاعه واصراره على النجاح. المفاجاه بتاعتنا كانت ان استاذ احمد نزل معاه الميه. خلينا بقى نساله هو الاول سؤال. انت نزلت قعدت، بس نوضح للناس ان انت نزلت قعدت في الميه 3 ساعات فقط وطلع، يعني هو نزل اول 3 ساعات معاه وطلع، ما كملش طبعا المده كلها. فخلينا الاول نسال بقى احمد سؤال. اول ما نزلت كان في تعب؟ طبعا انا كنت واقفه بره شايفه كل حاجه. اول ما نزلت كان في تعب، وضح للناس التعب ده ايه اللي حصل وشفت ايه وكان في ايه تحت. في البدايه يا جماعه طبعا الناس دي بجد بجد بتتعب تحت الميه. انا اول ما نزلت تحت الميه جالي ضيق تنفس، وبعد كده طبعا طلعت منهم بسرعه، وبعد كده طبعا الكابتن رجب لحقني والموضوع فعلا صعب مش سهل، والناس دي بتتعب، وفي ابطال كتير في مصر طبعا الضوء مش جاي عليهم، بس فعلا الناس دي بتتعب وبتقعد تحت الميه فتره طويله ببدله الغوص تاكل وتشرب وتصلي وتنام، فالموضوع فعلا صعب. خلينا بقى نرجع لكابتن رجب. المعاناه اللي شفتها طبعا نوضح بس الصوره، ان مش على قد استاذ احمد وكابتن رجب بس اللي كانوا موجودين. طبعا زي ما حضراتكم شفتوا في التقرير كان في فريق طبي، كان في فريق بينزل يبدل له انابيب الاكسجين والكلام ده كله خلال المده اللي كان نازلها. طبعا كان في ناس تانية موجوده. عايزين بقى توضح للناس اول ما استاذ احمد نزل ايه اللي حصل لما طلع منك بسرعه لما نفسه ضاق منه. الاستاذ احمد تعب شديد، يعني كان عنده جه الانف والاذن عنده علقت. طبعا ما ينفعش هو يقعد، لو ضغط على نفسه شويه كان هيتعب تعب شديد. طبعا ده كان سبب دخول ميه. ايوه كان سبب دخول الميه، وبعدين الانف والاذن علقت معاه، ما ينفعش ان هو يضغط نفسه، لو ضغط نفسه يتضرر ضره جامده قوي. طب عايزينك توضح طبعا للجمهور انت ازاي لحقتني. انا لحقتك على طول، انا واخد بالي معاك عشان انت من زمان ما نزلتش الميه، لازم اخد بالي معاك عشان ما تحصلكش اي حاجه. طب انا عايز اسالك سؤال دلوقتي، وانت تحت الميه وبتيجي تحقق رقم قياسي، ازاي بتستعد؟ انا بستعد الفرقه من رياضه بمارس حياتي الطبيعيه تماما، يعني ان انا عامل الحلم دي ان انا لازم احقق الرقم القياسي. طب غير لعب الرياضه، هل في اكل معين بتبقى ماشي مع يعني عليه لمده معينه قبل ما تروح تحقق انت عارف مثلا انا رايح النهارده انا هنزل هقعد 59 ساعه تحت الماء، غير ممارسه الرياضه واللياقه البدنيه اللي لازم تبقى موجوده في الجسم، هل في نظام اكل معين بتمشي مع عليه ولا بيبقى عادي؟ لا بيبقى اكل عادي. زي ايه يعني؟ مثلا ممكن تاكل زينا رز ومكرونه والكلام ده وانت نازل تغطس 59 ساعه؟ بتاكله. طب انا عايز اعرف ازاي اهلك بيدعموك؟ اهلي واقفين جنبي وقفه كويسه، واقفين معايا، يعني وقفه يعني مش وحشه تمام، بس احنا يعني ما فيش عندنا راعي رسمي ان هو يراعي معانا ويقف معانا والدنيا دي كلها في مصر يعني بالذات. انت يا كابتن رجب بتطلب ان يكون في ليك راعي رسمي؟ ايوه. زي مين مثلا؟ عايز مين يراقب؟
احنا عاوزين ربنا ثم الراعي، يعني ربنا هو الراعي، بس احنا عاوزين راعي رسمي المفروض يتكفل باي واحد هياخد بطوله عالم. يعني وزاره الشباب والرياضه، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام، ايوه تمام. طبعا انت دلوقتي موجود على الهوا، فهو بيطلب ان يبقى في راعي رسمي موجود بتشجع وتدعم الناس اللي بتبقى عايزه تاخد بطولات، بالذات كمان كباتن الغطس زي كابتن رجب، ان هو كمان بيعمل حاجه يعني قليل جدا عما حد بيعملها. التعب وانه بينزل وانه بيقعد، عايز لسه عندنا مفاجآت تانية كتير كتير جايه قدام ان شاء الله، لان هو لسه اصراره ونجاحه طبعا مش دي اخرتها، مش هو ده الرقم. ان شاء الله في مفاجآت تانية كتير، فهو بيطلب ان يبقى في داعم، يبقى في حافز، يبقى في حد دايما مهتم بالرياضات اللي زي دي، بالناس اللي بتبقى مصرة على انها تحقق احلامها ونجاحها وتتعب وتقدم لنا نماذج مشرفة. اخبار التجربة ايه بعد ال3 ساعات؟ لا التجربه صعبه. انا عايزه اقول لهم ان انت طلعت خلصان. مش لازم بقى تسيطر على خلصان. كابتن رجب طلع خلصان. حصل لك مضاعفات بعد في الرقم القياسي 59 ساعه ده؟ لا انا البدله صرفت عليا ميه، لما صرفت عليا ميه انا برضو كده قلت ان انا هستحمل، لقيت الجسم عمل معايا تعب معايا، بس برضو الجماعه نشطوني تحت وظبطوا معايا الدنيا تظبطها حلوه يعني. احنا برضو عايزين نوضح للناس في التقرير اللي حضراتكم شفتوه، اكيد مش هي دي البدله اللي قعد بيها ال 59 ساعه تماما، اكيد البدله الثانيه حاجه ثانيه خالص، بس هو حصل حاجه تحت الميه، ان هي سربت له ميه فاضطروا يعملوا له نشاطات، نزلوا له الفريق الطبي نزل له تابع معاه، فاضطر انه يغير البدله عشان بس تبقى الناس عندها علم. كابتن رجب احكي لي احساسك وانت تحت الميه، كنت بتفكر في يعني انا كنت بفكر في حاجات كتير قوي. والله انا بفكر كنت خايف؟ لا انا ما بخافش غير باللي خلقني. انا بفكر في ربنا اول حاجه، وبفكر ان انا عاوز اصل للحلم اللي انا اوصل له. ايه بقى الحلم اللي انت عايز توصل له؟ اللي انا احقق الرقم القياسي اللي انا خشيت في المجال ده، لازم ان انا انهي ان شاء الله. الكابتن رجب طبعا عايز يبقى بطل، يعدي يتخطى ناس كتير، يتخطى رقم قياسي كبير، يتخطى طبعا التعب والشقة والمشقة اللي هم بيوصلوا لها، عايز يوصل لأكبر رقم قياسي، وإن شاء الله يا كابتن بأمر الله الفترة الجاية تحقق رقم وتحقق كل اللي نفسك فيه، وإن شاء الله تلاقي تشجيع من ناس كتير ومصر كلها تشوفك بأمر الله. هل نهايه المفاجآت الرقم القياسي بس ايا كان الرقم؟ لا مش نهايه يعني هو ده خلاص، هو ده الميكس مان بتاع الحلم بتاعك، هو ده الرقم القياسي بس، ولا يبقى عندك دايما اصرار انك الاحسن في الاحسن في الاحسن ايا كان الرقم؟ والله هو الواحد هيخش يعني سيرة الرقم القياسي والكلام ده كله، ممكن الواحد يعني في ناس بتدور على رقم تاني اعلى من كده اكيد. يعني انت مثلا هو حققت الرقم القياسي بتخش في مجالات تاني بقى. كابتن رجب احكي لي عن تجاربك، يعني انت مثلا اول مره لما طلعت معايا قعدت 17 ساعه تحت الميه، تاني مره 59 ساعه، انت هتوصل لايه؟ انا عاوز اعمل رقم عالمي ان شاء الله ما حدش عمله. عايز تخش موقع الجينيس؟ ما عاوزين نخش موسوعه الجينيس وكده كده ان شاء الله باذن الله، يعني برقم يعني رقم عالي يعني. طبعا اللي الكابتن رجب بيعمله مش سهل، واللي انتوا شفتوه مش سهل خالص، عشان مش اي حد يفكر ان دي حاجه سهله نهائيا، سواء كان 17 ساعه او حتى ساعتين 3 او 59 ساعه او الاكتر في الاكتر. يعني يمكن انا بقول له ايه اهدافك، انك توصل تعدي اللي اكبر من الرقم القياسي. برضو ده مش سهل، هو كل ساعه او كل دقيقه او كل وقت، سواء في تحضيره لقبل ما يروح يغطس لحد بعد ما يغطس ويحقق رقم معين، ما هي سهله تماما، فاكيد ما حدش يحاول يجرب الكلام ده. لا انت كده بتخوفي الناس يا جماعه، الموضوع سهل وما فيهوش صعوبات، بس مش لازم 59 لازم ساعة. يكون معاك كابتن او مدرب مش زي 59 كابتن ساعة. رجب او زي طبعا الابطال اللي موجودين في مصر يقدر يساعدك. كابتن رجب احكي لنا عن اول تجربه انت مريت بيها. اول تجربه او اول رقم قياسي مريت بيه. انا اول رقم قياسي مرات بيه اللي هي 17 ساعه. اللي قبل 17 ساعه اللي يعني اطول مده في اول، طبعا انت اكيد انت خدتها تدريجيا يعني. كابتن غطس. تمام. فغير انك كابتن، غير انك تنزل مع حد او تطلع مع حد، دي طبيعي ان اللي بينزل معاك مش بياكل مش بيشرب تحت الميه، ده اللي انا حبيت اقول ان هو مش سهل. لا على فكره انا اكلت وشربت انت كلت وشربت عشان كنت بتجرب وصليت تحت الميه ولعبت دومنا وكسبت الكابتن رجب. هم اكيد شافوا في التقرير كل الكلام ده. كابتن رجب احكي لنا بقى. والله هي حياة كويسة تحت تمام، يعني بتبقى عاوزة الواحد يعني يركز هيعمل يحط طموحه في ربنا، ثم ان هو هيحقق الرقم ازاي هيعمل. طبعا انت كنت نزلت معايا المية وشفت احنا بنعمل تحت المية، من رياضة لاكل لشرب لصلاة لحاجة يعني تمام. الناس طبعا بتشوف المكان ده بتستصعب. طيب انت بتتعب تحت المية، وطبعا ناس كتير بتوحشك تحت المية، مين اكتر حد بيوحشك تحت المية من اهلك؟ من اهلي اخواتي والاب والام.
طبعا احنا بنشكر الكابتن رجب وبنشكر طبعا فريق العمل على راسهم طبعا المخرج الجميل استاذ احمد مدني ورئيس تحرير البرنامج استاذه هاجر محمد، وبشكر طبعا زميلتي وبشكر الكابتن رجب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.